على عباد الله تعرف هاد البلاصه هادي انت ما عندكش سليمه، لان كون كانت عندك سليمه غتجاوز على بزاف ديال الحوايج. كيفاش انسان تائب ولحيته واصله حتى لكتفو ملي غيجي يهضر عليا انا يقول هذاك الحاز ديال دوزام؟ واش كتعرف العلاقه ديالنا بدوزام كي دايره؟ واش انت عارف علاقتي بسليم الشيخ؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم فاتي. ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات بخصوص الموضوع. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. دوزيام ملي قلنا عليك وانت كتبكي باش دوزيام يلقاو لك شي برنامج وكذا، تيعطيوك هذاك الشيء د المسابقات واجيال، كبرتي لنا اجيال كلشي مشكرف. خوتي كما كتشوفوا معايا، هاشم سطاوي ما اكتفاش يوم امس فقط بنشر فيديو على انستغرام، كذلك في ستوريات ديالو كيقول باللي احسن حل عند الحاس ديال دوزيام، وكيقصد بذلك صامد غيلان. هو يدير راسو ما شافش المقطع حيت ما عنده ما يقول، كلشي تست في بلاصتو حيت راه ما كندوخش مغربي. ولد المدينه القديمه وحاس بخوتي، خصوصا بعد الاعتزال والتقرب من الله. الله يحفظ الشباب من المكر ديال قنوات الصرف الصحي. وكذلك قال صفحات الكيادر كيعرفوا ينشروا غير السبان والمعيور، ولكن ملي كترد رد محترم ما عندهمش الربح معاك وما يصوروا معاك والو. خصهم ينشروا داكشي ديال دخل طول عرض، وداكشي ديال عطاه على شي دور كيقصد بداكشي ديال الشيخات والمتحولين هو اللي كيبارطاجيو، وبذلك فهو كيهاجم الصفحات اللي على الانستغرام والمحتوى اللي كينشروا. هاشم ما اكتفاش بهذا الشيء، زاد قال باللي هو ما خايفش ان صامد يدعيه، وقال باللي الوظيفة ديالو هذيك، فهو ما سبوش من قال عليه الحاس. يعني ما كانش هذا سب او قذف او شتم من طرف هاشم كما كتشوفوا معايا في الصور. وكذلك قال باللي دوك الممثلين اللي دخلوا كيديروا لصامد جادوغ وكيكتبوا ليه تبارك الله عليك، راه هما اللي كيقولوا لنبيل عيوش في المهرجان سالي نبيل، وكيدير راسو ما سمعهمش. هما اللي كيفتخروا بالمشاركه ديالهم في مسلسل المكتوب. فكما كنشوفوا هو كيهاجم كذلك الممثلين اللي شاركوا في مسلسل المكتوب، ولكن كان الرد جد جد قاسي من صامد غيلان. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم. هذه رساله واضحه للسي هاشم سطاوي باش نسدو هاد القوس، يقدر يبقى حال هو الوقت اللي بغا، لان باين مضرور. الله يعاونو. دار خطا، تكلم على عقاب من الله سبحانه وتعالى، هو مزروب، ومن بعد ردود الافعال اللي كانت ما عجباتوش، ولا كيتكلم على اعلام ممنهج. اولا انا شاف انك ذكرتيني بالسميه، ملي كندوي انا في انستغرام، هذاك ماشي الاعلام المغربي الذي يمنهج ولا اللي كتكون عنده ردة فعل. هذاك رايي الشخصي ديالي، وقلته بكل صراحه، انه ماشي اول مره انت كتجبد الناس وكدوي عليهم بحقد، يكونوا كيديروا اللي داروا. انت ما عندك حتى شي صفه رسميه ما بين قوسين باش تدوي على الناس بحقد وتحشي لهم الهضره في ستوريات. درتيها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه، اين هي التوبه في هذا؟ وباش انت احسن من الناس الاخرين. ثانيا ملي وقع المشكل وقلتي عقاب من الله سبحانه وتعالى، وبان العيب في الهضره ديالك، بس ما تخرجش توضح الامور وتجمعوا الطوي، لا، اردت شخصنات الامور ودوز الحوايج واحد اخرين، وهذا شيء غير مقبول البتة، وكيبين بانك مقروص. انت انسان مقروص صافي، ما حتى شي حاجه واحده اخرى. شوف، توب، صلي، صوم، دير النوافل، دير اللي بغيتي، هادشي كامل الا ما كانش هذا عندك سليم راه ما كاين والو. من ياتي الله بقلب سليم، هذاك القلب السليم انت ما عندكش. رجع للسطوريات ديالك، رجع شوف شنو كتكتب على عباد الله، تعرف هاد البلاصه هادي انت ما عندكش سليمه، لان كون كانت عندك سليمه غتجاوز على بزاف ديال الحوايج. كيفاش انسان تائب ولحيته واصله حتى لكتفو ملي غيجي يهضر عليا انا يقول هذاك الحاز ديال دوزام؟ ولا واش تعرف العلاقه ديالي انا بدوزام كي دايره؟ واش انت عارف علاقتي بسليم الشيخ ولا بفيصل العريشي كي دايره؟ واش انت شتي شي حاجه بعينيك حضرتي؟ واش انت ما كتعرفش بان ديك البلاصه كيخدموا فيها بزاف ديال الناس متقي الله اكثر منك؟
وبعقلهم وما كيجبدوش بنادم واحد اخر، بان هناك نقاشات داخليه بزاف ديال المرات كنتكلموا فيها على اشياء، وبان الهم في اغلب الاحيان كيكون هو اننا نوصلوا رساله نقيه. انت هذا عندك باقي كحل، انت هذا عندك باقي حاقد. القلب ديالك خاصك بزاف ديال الوقت تشتغل عليه. هذه نصيحه لوجه الله. انا كيقول جادلوا بالتي هي احسن. والله سبحانه وتعالى كاع كيعطي حسنات كثيره للانسان اللي يتجاوز الجدال. اذا كنظن بانك خاصك تخدم واحد شويه على القلب ديالك، تكون سليم القلب، والله تمشي بعيد، تمشي بعيد في الدين وفي الدنيا. هادشي اللي بغيت نقول لك. اما تجينا بديك العقليه ديال هذا دار وهذا خايب وهذا بغى يدير فين، وراه يمكن لي رفع عليك دعوه على هذه المساله. فين عمري قلت انني انا مع العلاقات الرضائيه؟ سير عاود تفرج وشوف، والله ما ردك بطل، والله ما رفع عليك دعوه لا بالتشهير لا حتى بشي حاجه، حيت نتوما كتبحثوا انكم تكونوا ابطال، لكنكم ابطال من ورق. هادشي اللي كاين. هذه اخر مره غندوي معاك فيها. ما غندويش مع واحد القلب ديالو ماشي سليم، التوبه ديالو ما نحكمش عليها واش نصوحه ولا لا، ولكن والله قلبك ما سليم. ما كتجبد الناس السميات وكتسبهم وكتعايرهم وتقول هذا كيبوس لي الدين وكيدير. فين هي في اخلاق الاسلام هذه؟ فين هي الدكتور الكتاني اللي انت كتجاوب كتدافع عليه؟ فين هما الاخلاق ديال الدين في هادشي؟ الا كانت شي حاجه ليكم راه ليكم، كانت شي حاجه عليكم خاصكم تعترفوا بها. واش غنقول لك؟ الله يهديك، والله الا الله يهديك. وكنتمنى هذيك التوبه تكون فعلا نصوحه، وبانه هذا باقي عندك فيه الخدمه بزاف خصها دار. تبارك الله عليك. عميد قبل ما ينزل هذا الفيديو اللي شفتو معايا قال على خاصية ستوري باللي يؤسفني كل الحقد اللي لمسته في كلام البسطاوي، شخصنة جبانة وموقف مخجل. الله يرد بيك خويا ويعطيك سلامة القلب كما كتشوفوا معايا في الصورة. وكما كتشوفوا فهو ختم الكلام ديالو بسؤال بسيط: أين التوبة دون قلب سليم يا البسطاوي؟ خوتي خواتاتي، هنا كنوصلوا لنهاية الفيديو. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.